دجاج بالكريمة والنعناع من الوصفات الفانتاستيك. صدور دجاج مسحبة وما فيها جلد ولا عظم، بدنا نشرحها بالطول ونشرحها بالعرض مشان النكهة تتغلغل جوا صدور الدجاج. صدور الدجاج تكون مغسولة بمي باردة، هيك لازم يكون عندك الشكل. نعقم صدور الدجاج، ملح وفلفل أسود أكيد من الجهتين، لازم نملحهم وفلفلهم منيح. وصدور الدجاج تكون ناشفة. بصل أبيض بلدي بدي أفرمه مربعات ناعمة، بدي إياها كتير المربعات تكون ناعمة مثل هيك بالضبط. كم سن من التوم البلدي الأبيض بدنا نطحنه، بتقدر تفرمه ناعم على ايديك، بتقدر تطحنه زي هيك، بتقدر تطحنه بأي طريقة بدك إياها، المهم يطلع مطحون مثل هيك بالضبط، لازم يكون مطحون وناعم. فطر أبيض مقشر ومغسول غسلة واحدة بس لأنه الفطر ما بنغسل، بدي أقسمه بالنص مثل هيك ليكون شكله حلو، ما بدي إياه أنعم من هيك. نعنع أخضر بلدي بدي أحط كل ورقة فوق ورقتها مشان يطلع معي القصة نفس القصة لكل ورق. النعنع أكيد مغسول بمي باردة، بدي أقطعه بهاي الطريقة، تقدر تقطعه بأي طريقة أنت بدك إياها، بس هاي التقطيعة هي بتخليه يبين في الكريمة، ما بدي إياه يكون مخفي، بدي إياه يكون النعنع ظاهر، ومشان لما تاكل تحس بعضة النعنع على أسنانك. رز بسمتي حبة طويلة يكون مغسول ومنقوع، يفضل ينقع بمي باردة، ممنوع المي الساخنة، بيطلع معك حبة بحبته مثل هيك. شوف كيف حبة بحبته، أموره ممتازة مستوية، ما فيه أي قرشة، ما فيه حروق، حبة بحبته بالضبط. لازم تشوف الفيديوهات اللي قبل لتعرف كيف بطبخ الرز. بدي إصبع زبدة، بتقدر تحط إصبع زبدة نباتي حيواني، بتقدر تحط سمنة بس يفضل ما تكون منكهة. الزبدة راح تعطينا فات جوا الأكلة، راح يكون طعمها كتير زاكي، خصوصا انه هاي زبدة حيوانية ممتازة. وبقلاية ساخنة على النار بحط الزبدة لحتى تدوب، بدي اياها تدوب تسوح مثل هيك. لازم تكون الصينية ساخنة ولازم تكون الزبدة ساخنة. بنزل بصدور الدجاج دقيقتين لكل وجه لحتى يتحمر ويصير لونه ذهبي مثل ما راح نشوف هسه. شوف اللون الجميل، بقلبهم كلهم وبعطيهم نفس الوقت دقيقتين بدقيقتين وكمان دقيقتين بدقيقتين لحتى يصير معي اللون الجميل والصوت والنغمة مع الزبدة هاي. أكيد بنطلعهم من الزيت وبنخليهم يرتاحوا على جنب لحتى الجوسز والعصارة اللي فيها تتوزع. بوطي على النار بهاي المرحلة مشان الزيت ما ينحرق، وبنزل بالبصل المفروم ناعم، بدي اخليه يدوب ويصير لونه ذهبي، ما بدي اياه ابدا ينحرق، عشان هيك على نار واطية لو اخذ وقت. بنزل بالثوم البلدي المهروس وبحوسه كمان مع البصل، ولحتى يجي دور الفطر اكيد بننزل فيه وبنضل نقلب لحتى نعطيه لمعان. بدنا نحوس بشكل هادي عشان ما نكسر الفطر. بنزل بمرق دجاج على الفطر والبصل وبخليهم يتغلغلوا ويغلوا مع بعض على نار هادية. فلفل أسود وملح، يفضل فلفل أبيض. بعد ما ارتاحت عنا صدور الدجاج بدنا ننزلها مع الفطر ومرق الدجاج والبصل الذهبي والزبدة عشان يكملوا استواء وياخدوا من الطعم. طبعا هاي مية الدجاج لما ارتاح، اسمع لي الصوت. بتركها على النار مدة نص ساعة لحتى يستوي الدجاج 100%. وهيك بس استوى معنا الدجاج واستوى الفطر، استمع لصوت الغلغلة. اجا وقت المكون الرئيسي النعناع، بنزل فيه على الخلطة وبخلطهم شوي شوي، بحركهم، ما بدي اكسر الدجاج. اسمع. كريمة طبخ طبعا بدي احطها على الخلطة، هاي هي الحركة النهائية. شوف جمال الالوان، شوف جمال الدخان المتصاعد، انظر الى اللذة. برضو على نار هادية، ما بدي اي اشي على نار حامية مشان عنا الكريمة رح تنحرق. صحن موتزاريلا محترم بتنزل فيه على الطبخة كاملة وبتغطي عليه الطنجرة لحتى يذوب ويتغلغل مع صحباته المكونات. للتذكير ما بدي اي اشي على نار حامية. وهيك بعد ما جهز معانا الطبخ، الصوص تغلغل مع الجبنة والجبنة تغلغلت مع الكريمة والكريمة تغلغلت مع صدور الدجاج المحمر. شوف الجمال، مستوي وابيض وطري. شوف حبة الفطر كيف بتلمع. وكالعادة إذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لي لايك، لا تنسى تعمل اشتراك، لا تنسى تخليني أروح آكل.